المسائل الأولى هي تفتيت الأواصر بين المسلمين. شي حاجة اللي قلت لكم سميتها جماعة المسجد، هذا كان يجب أن تفتت، خصها تفرتك. ونعيد إحياء ما بدأه يعني أصحاب جذورهم وأصولهم اللي هم المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي صيبوا واحد المسجد داروه غير على قبل باش يتخبوا فيه الناس ويحطوا فيه السلاح باش يحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ويغدرون به من الداخل. هذا المسجد هذا كان يسمى في السيرة النبوية كتسمى مسجد الضرار، الله يفتح عليك، ليضروا به المسلمين. فالاخرين جاوا قال لك احنا غادي نعاود نصيبوا بحال هذا الشكل هذا، وحاولوا ان يصنعوا ماشي مسجد الضرار كبنايه، حاولوا ان يصنعوا مسجد الضرار في نفوس الناس، بمعنى تولي عندك جماعه الضرار، تدخل المسجد وتتلقاهم كل حزب بما لديهم فرحون.